بسم الله الرحمن الرحيم. حصل اتصال مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، وعلى أثرها اتصل باللاعبين وتكلم معهم، بارك لهم بالفوز فوز المنتخب على المنتخب السعودي، وأعطى توجيهات المنتخب. وعلى أثرها قرر المكتب التنفيذي بتكريم الفريق المنتخب العراقي بأثر رجعي على الفوز على المنتخب السعودي. مباراة يوم الجمعة أيضا اكو تكريم في حالة الفوز، واذا فازوا بعدهم يكون تكريم، اذا حجزوا بطاقة التأهل لباريس ايضا يكون هناك تكريم خاص بالنسبة لهم. والمباراة الجمعة اكيد تكون مباراة مهمة جدا في سبيل الصعود الى الدور الأربعة، وبعدها يكون التكريم مباشر لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه منتخبنا يعني وصل إلى الجاهزية التامة والمطلوبة من خلال الصورة الحية التي أظهرت التي ظهرت في مباراتها أمام طاجكستان وأمام المنتخب السعودي رغم الخسارة أمام المنتخب التايلندي، ولكن عوض اللاعبون. أعتقد أنه مباراة مفصلية أمام المنتخب الفيتنامي، المباراة لا تقبل قسمة على اثنين، مباراة يجب أن يكون الكرة العراقية فيها القول الفصل والتأهل إلى المربع الذهبي، لا سيما في ظل يعني اتصالات رئيس اللجنة الأولمبية الذي أوعد بأن يكون هناك تكريم مستمر إلى لاعبي المنتخب الوطني في بعد كل مباراة يحققون بها ما تطمح له الجماهير الرياضية. طبعا هنا تحية الأخ حيدر زكي، وأتمنى أنه يوجه الآن البوصلة باتجاه دعم المنتخب الوطني من قبل جميع الأخوة الزملاء الموجودين يعني الصحفيين الإعلاميين، لأن هي مهمة وطنية. المنتخب ليس لطرف، هو منتخب عراق، واعتقد انه المنتخب عاده رغم نسميها انتكاسه امام المنتخب التايلندي اثبت علو كعب الكره العراقيه، واعتقد انه قادم الايام سيكون العراق بالمربع منتخبنا الاولمبي بالمربع الذهبي، وقادر على حجز احد البطاقات المؤهله الى اولمبيات باريس باذن الله.